بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عصام بدر وحلقة جديدة من برنامج استوديو ميتعب. مفاجأة مدوية، ضربة جديدة للنادي الأهلي. يمكن تواصلنا منذ قليل مع الصحفي محمد عبد الباسط. الصحفي ده يا جماعة اللي هو بيغطي أخبار اتحاد الكورة. الصحفي أيضا هو مخصص في تغطية أخبار اتحاد الكورة. يمكن بخصوص طبعا شكوى النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية الموجهة ضد اتحاد الكورة ورابطة الأندية. يمكن مفاجأة من العيار الثقيل، رابطة الأندية من جديد تصدم النادي الأهلي. رابطة الأندية، الخبر ده اللي هتسمعه في الإعلام كمان ساعات أو بكرة على ما أعتقد. اللجنة الأولمبية بتؤيد قرارات أو بتؤيد العقوبة على النادي الأهلي، وهي انسحابه أمام نادي الزمالك بخصم 3 نقاط، واعتبار نادي الزمالك فائز بنتيجة 3-0 في اللقاء، وأيضا تؤيد بخصم 3 نقاط جديدة بنهاية الموسم. هنا اللجنة الأولمبية، ممكن حد يقول لي مثلا طيب دور اللجنة الأولمبية مش واصي على على رابطة الأندية أو اتحاد الكورة، أو مش من اختصاص اللجنة الأولمبية اللي هي تتدخل في عمل رابطة الأندية أو اتحاد الكورة. طيب يعني بصريح يعني بوضوح كده، اللجنة الأولمبية شايفة إن هي مش من اختصاصها إن هي تتدخل في عمل رابطة الأندية، شايفة الكلام ده. طيب القرار خدته بناء على إيه؟ خدت القرار لأن النادي الأهلي كان أرسل شكوى ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية. اللجنة الأولمبية ببساطة شديدة قالت لك إحنا مش جهة تنظر لقضاء أو جهة مختصة لشكوى اتحاد أو رابطة أندية مستقلة. فبالتالي عملت إيه؟ أيدت العقوبة اللي أصدرتها رابطة الأندية على النادي الأهلي. الناس في اللجنة الأولمبية كمان شايفين إن إحنا مش عايزين نخش في صدام مع حد. ليه؟ لأن رابطة الأندية أو اتحاد الكورة بيشتغلوا بلوائح. الناس شايفة إن في لوائح بتحكم المسابقة. وكمان اللجنة الأولمبية لما تواصلت مع رابطة الأندية، رابطة الأندية أكدت إن العقوبة صحيحة 100%. الناس قالوا لأ، إن في رابطة الأندية النادي الأهلي انسحب. إحنا يعني ما كانش في خطابات رسمية مننا للنادي الاهلي ان احنا هيبقى في تعيين حكام اجانب. في فرق بين ان انت بتتكلم معايا او مثلا بتاخد رايي ان انت تجيب حكم اجنبي، ومفيش حاجه اسمها اجيب حكم اجنبي قبل اللقاء بيومين 3. ليه؟ لان رابطه الانديه لما عملت القرعه، هي القرعه نعم اتعملت في وقت متاخر، مفيش مثلا صحفيين حضروا القرعه والكلام ده، بس في الاخر خالص محدش اعترض، سواء مثلا النادي الاهلي او نادي الزمالك وباقي الانديه المحترمه اللي بتلعب في الدوري. ما حدش اعترض على القرعه، او ما حدش اعترض على اللي رابطه الانديه اعلنته. فانت هنا بالنسبه للنادي الاهلي انت جاي قبل اللقاء بيومين، وفي نفس اللقاء بتقول انا هنسحب او انا بهدد بعدم اكمال المسابقه. فطبعا برضو ده ما رأته اللجنه الاولمبيه ان هذا غير قانوني وغير صحيح. طيب في ايه اللي ممكن اللجنه الاولمبيه هتوصي او هتوصي رابطه الانديه اللي هي مثلا يبقى العقوبه دي فيها تخفيف؟ هي العقوبه اللي هي ال 200 مليون جنيه غرامه على النادي الاهلي للرعاه. ما طبعا يا جماعه الماتش ده بفلوس كتير، وفي رعاه اصلا بتبني مكسبهم او بتبني المعلنات بتاعتهم على لقاءات القمه اللي هي اهلي وزمالك، زمالك واهلي، زمالك وبيراميدز، بيراميدز وزمالك. المطوشه الكبيره دي هي اللي فيها القصه كلها. طيب كمان رابطه الانديه كمان قالت ان ممكن يعني اللجنه الاولمبيه اوسطها ان هي ممكن اللي يبقى فيها كلام اللي هي الغرامه ال 200 مليون جنيه. طيب هنا دي ضربه قاسيه وضربه قاضيه للنادي الاهلي. وخليني اقول لك اللي انا مش عارف النادي الاهلي بيعترض ليه. كل فيديو بنتكلم في الموضوع ده، كل حلقة بنقول الموضوع ده. طيب امبارح في الفيديو بتاع امبارح قلنا هو هل في مادة او هل اللائحة فيها مادة ان لازم لقاءات الاهلي تبقى بتحكيم اجنبي؟ مفيش الكلام ده. فانا بصراحة يا جماعة يمكن النادي الاهلي اكتر نادي مستفيد هذا الموسم من التحكيم باستثناءات المواسم السابقة. انا مش عارف يعني هل الادارة نامت وصحيت هتاخد قرار الانسحاب؟
ايه المشكله يعني من جانب الاداره اللي هي تكمل او تكمل بحكام مصريين؟ انا مش عارف. طيب، رساله بقى، ده ما يخص فيما يخص اللجنه الاولمبيه، ويمكن مفاجاه من العيار الثقيل فجرها الصحفي محمد عبد الباسط الذي يغطي اخبار اتحاد الكره. طيب، بالنسبه بقى للاعلام الجميل اللي هو شغال او اللي ظهر طبعا بعد الضربه القاسيه دي، انا عايز اعرف بقى رد الاعلام هيكون ايه. الاعلام الجميل اللي هو مثلا الاستاذ محمد شبانه طبعا، اللي طالع بيقول لو قرارات النادي الاهلي ما اتنفذتش النادي الاهلي مش هيلعب اللي هو المفروض في قناه محايده. الاستاذ ايهاب الكومي اللي بيقدم برنامج على قناه صدى البلد اللي بالمناسبه يمكن نتوقف، اللي طالع بيقول اللي بيحصل في الدوري ده كله موجه عشان الدوري يبقى موجه لبيراميدز، وعندي ما يفيد كلامي وعندي الدلائل ان اللي كلامي صح، اللي هو كانت في ناس بتعرض طلبات ماليه على حسب ما هو قال، يعني ان الدوري يبقى موجه لبيراميدز. ده كلام الاستاذ ايهاب الكومي. طيب، الاستاذ احمد شوبير بيطلع على الراديو الماتش هيتعاد وكلام بقى. يعني شوبير ده من الناس اللي هي بتلخبط، من الناس اللي هي بتتكلم كلام اكبر منها. ومين بيحاسب شوبير يا جماعه؟ كل فيديو نفضل نقول الكلام ده. مين بيحاسب احمد شوبير؟ يعني يمكن لو حد تاني غير احمد شوبير اللي كان بيقول لما كان قال قبل الوقف بتاعه، وقال قبل كده في حلقه ان جماهير بعد كده جماهير النادي الاهلي هتتدخل ومش عايزين نكرر الموضوع اللي حصل تاني، وكان بيلوح على موضوع بورسعيد، وبعد كده الجمهور هيولع لك في مش عارف ايه، وما تحاسبش. مين بيحاسب احمد شوبير يا جماعه؟ مش حاجه اسمها ايقاف اسبوعين. طيب، الاستاذ عادل القيع اللي طلع على قناه النادي الاهلي وقال ان اللقاء هيتعاد، ومفيش حد بيحترم لا رابطه انديه ولا اتحاد كوره ولا مسؤولين عن الرياضه. وهنا برضو ده سؤال يمكن لازم يبقى موجه للدكتور اشرف صبحي، الدكتور المحترم وزير الشباب والرياضه اشرف صبحي. هل يا فندم في حد اعلى من حضرتك كمسؤول عن الرياضه في مصر؟ لما يتم التلويح والتهديد يعني بالعبارات المسيئه والعبارات البذيئه دي، يعني فين دور حضرتك؟ فين الناس اللي هي موجوده بتراقب الرياضه في مصر؟ طيب بالشكل ده احنا هنتقدم؟ عمرنا ما هنتقدم. فانا بقى مستني الاعلام، يعني الاعلام اللي هو اللي كان بيطلع اللي هو نسي ان هو محايد، وكلهم بقى يدافعوا عن النادي الاهلي. وعندي سؤال يا جماعه، الاستاذ ابراهيم فاي اللي هو بيطلع او الاعلامي ابراهيم فاي اللي هو بيطلع بيقدم برنامج على قناه ام بي سي، الراجل ده كان بيطلع وكان دائما سبورت للنادي الاهلي، لدرجه ان لما كان حد يمكن الحوار الشهير اللي دار مع احمد حسام ميدو، لما قالوا انت، لما سالوه قال له هتشجع نادي الزمالك، هتشجع النادي الاهلي معذره في كاس العالم للانديه؟ قال لهم لا، انا راجل زملكاوي، هشجع النادي الاهلي ازاي؟ وكلام من هذا القبيل. طيب، طلع علينا ابراهيم فايق ويمكن تغول وتهجم على ميدو في قراراته وما شفناهوش. طيب، فين بقى الاستاذ ابراهيم فايق دلوقتي من اللي بيحصل من النادي الاهلي؟ فين ابراهيم فايق؟ مش موجود ابراهيم فايق. طلع وعلق ما علقش. طب اتكلم على النادي الاهلي ما اتكلمش ليه؟ لان الناس دي يا جماعه الوجه الحقيقي اتكشف، يعني وشهم الحقيقي اتكشف خلاص، ان هم احنا اهلاويه وهنساند النادي الاهلي. طيب، النادي الاهلي غلطان وخد قرار خاطئ وهيكلفه يمكن برحيل المجلس الفتره القادمه. لازم مجلس اداره النادي الاهلي هيرحل. ليه؟ لان القرارات هتتأيد وهتلعب لقاء بيراميدز، يعني هتلعب لقاء بيراميدز، ولو انسحبت هتطبق عليك اللائحه، هتطبق. ليه؟ لان انت ما بتلعبش لوحدك في الدوري المصري. النهارده لما يكون النادي الاهلي مخطئ بالشكل الفج ده وما تبقاش في محاسبه، هتتكرر الكارثه دي، هتتكرر بعد كده. الانديه كلها تكررها. ليه؟ هتشوف النادي الاهلي ما تحاسبش، الانديه هتشوف ان ما فيش حد بيحاسب، الانديه هتشوف ان الانديه اللي هي بتبقى ضعيفه شويه في اتحاد الكوره هي اللي بتتحاسب بس. فالطبيعي ان لازم يبقى في قرارات رادعه من المسؤولين عن الرياضه في مصر. ده فيما يخص قرارات اللجنه الاولمبيه ضد النادي الاهلي. وانا يعني يمكن كلمه اخيره بس في موضوع النادي الاهلي، انا اتمنى من الكابتن محمود الخطيب التمسك بموقفه والانسحاب من الدوري. انا اتمنى ان حضرتك تنسحب من الدوري، ورغم ان ده مش هيحصل وانا عارف وبقول لكم، وهيلعب لقاء بيراميدز القادم في الدوري بعد التوقف الدولي، هيلعب ومش هينسحب، لان لو انسحب هتطبق عليه اللائحه، وهو شايف ان الكل خلاص ضده، شايف ان اتحاد الكره ضده.
رابطه الانديه ضده، اللجنه الاولمبيه ضده. ليه؟ لان مفيش حد بيحمي فوضى، مفيش حد بيحمي بلطجه. النادي الاهلي مش اكبر من الناس في مصر، او النادي الاهلي مش اكبر من المسؤولين عن الرياضه في مصر، او النادي الاهلي مش اكبر عن الناس اللي هي المسؤوله عن تنظيم مسابقات الدوري في مصر. فطبعا انا اتوقع طبعا انه هيلعب وهيرجع في كلامه ومش هينسحب، لان هو عارف ان الانسحاب هتبقى اضراره كتيره. بس هو ايه يعني زي ما بيقولوا بالبلدي كده، بيرفص ليه؟ اللي هو خلاص شايف الناس كلها ضده، وشايف ان انا خدت قرار خاطئ. في النهايه هينسحب، والقرار الاقرب اللي هو ممكن استقاله الكابتن محمود الخطيب لحفظ وجهه امام الجمهور، عشان بقى بعد كده لما يكملوا الدوري يبقى مفيش مشكله. خلاص هيتقال، والكلام اللي هيبتدي بقى يتمهد ليه ان الاداره السابقه خلاص كانت خدت قرار الانسحاب، وخلاص الاداره دي رحلت، واحنا مكملين في الدوري بشكل مميز وبشكل كبير. طيب ده فيما يخص اللجنه الاولمبيه وقرارات اللجنه الاولمبيه. طيب سريعا نطير الى نادي الزمالك. يمكن بشكل رسمي، وده اللي هيتم الاعلان عنه في الساعات القليله القادمه او الايام القليله القادمه، محمود حمدي الونش زملكاوي رسميا لمده 3 سنوات قادمه. وخليني اقول لك شابوه الكابتن احمد حسام ميدو. احمد حسام ميدو منذ قدومه لنادي الزمالك الراجل عمل طفره كبيره جدا جدا جدا. كان اجتمع بالونش واتكلم مع الونش، الونش كان مرحب بكل حاجه. وكمان الكابتن احمد حسام ميدو قال له نادي الزمالك دلوقتي ما يقدرش يدفع ارقام كبيره. الونش ايضا كان مرحب. الونش ابدا مرونه في التجديد سريعا سريعا، مثل عمر جابر برضه لعيبه من الناس، من اللعيبه المحترمه المهذبه. وخلاص واتفقوا على كل حاجه. وكمان خليني اقول لحضرتك ان الونش مش هيحصل على مقدم تعاقد في الوقت الحالي، ده فيما يخص الونش. طيب مين بعد الونش؟ عبد الله السعيد. يمكن عبد الله السعيد كان جاله عرض من على ما اعتقد من السواحيل الليبي او نادي الاتحاد الليبي على ما اعتقد، عرض مغري، عرض مالي كبير. طيب عبد الله السعيد من الجانب بتاعه، انا هنا بقول لحضرتك معلومه، بقول لحضرتك تفاصيل هتسمعها في الساعات القليله القادمه او الايام القليله القادمه، هتسمع اللي انا بقوله لحضرتك ده. عبد الله السعيد طبعا احمد حسام ميدو ايضا اجتمع بيه. بصراحه يا جماعه يمكن انا بشيد بميدو لان ميدو عامل طفره كبيره جدا، وعندنا معلومات كتير عن حاجات ميدو بيعملها في نادي الزمالك. طبعا ما ينفعش نقولها الا في التوقيت المناسب بتاعها. طيب عبد الله السعيد كمان، يمكن عبد الله السعيد اتكلم مع ميدو قال له كابتن احمد حسام، يمكن هم سنهم قريب من بعض بس طبعا عبد الله السعيد محترم، فقال له يعني بالنسبه لي انا تنازلت عن اموال كثيره في نادي بيراميدز، او سبت اموال كتير عشان اجي نادي الزمالك، فالطبيعي ان انا من ناحيه التجديد هجدد لنادي الزمالك. ويمكن بالفعل وقع على عقود لمده موسمين قادمين. ليه؟ لان عبد الله السعيد موسمين قادمين ومش هيقدر يدي اكتر من كده. يعني ايه مش هيقدر؟ يعني مثلا ممكن بعد السنتين دول ان شاء الله ممكن يبقى فيه سنه مثلا زياده، بس هو الطبيعي ان هم وقع على عقود لمده سنتين قادمين. طيب عبد الله السعيد هياخد جزء من مقدم تعاقده، هياخد جزء من مقدم تعاقده، عكس محمود حمدي الونش وعكس عمر جابر اللي جدد على بياض، واللي هو ما اتكلمش في امور ماليه كتير، لان عمر جابر ابن النادي. طبعا عبد الله السعيد مش ابن نادي الزمالك بس ابدا مرونه في التجديد. عبد الله السعيد مبسوط في نادي الزمالك ومبسوط من اللي الجمهور بيعمله معاه في نادي الزمالك، وهو حابب ان هو يكمل في نادي الزمالك. وخليني اقول لحضرتك ان هو رفض عرض السواحلي الليبي او الاتحاد الليبي على ما اعتقد، كان عرض مالي كبير. لان عبد الله السعيد لو كانت وجهة نظره الفلوس، او كان هو شايف ان الفلوس انا هبص للفلوس، كان خلاص فضل في بيراميدز، وانه عبد الله في بيراميدز كان بياخد راتب كبير جدا جدا جدا. طيب مين غير عبد الله السعيد؟ هو حسام عبد المجيد، ايضا اجتمع به احمد حسام ميدو. وده بقى اللي احمد حسام ميدو اتكلم معاه بصراحه، يعني قال له انت الاهلي بيفاوضك. رد حسام عبد المجيد قال له يا كابتن انا دلوقتي مع الزمالك، او انا دلوقتي بلعب في الزمالك، انا مش من نوعيات اللعيبه اللي هو يعني مثلا بتجيلي عروض وانا مثلا في الزمالك وهبص فيها، رغم ان حسام عبد المجيد باقي له لسه سنتين في عقده. اتكلم مع احمد حسام ميدو قال له احنا عايزين نجدد العقد، وهيضيفوا سنتين كمان، من سنتين ل3 سنوات على العقد. حسام عبد المجيد رحب بالعقد ورحب بكل حاجه، بس هو حسام عبد المجيد كان له طلب وحيد، ايه هو؟ ان هو لو جاله
عرض او عقد احتراف مناسب يفيده ويفيد نادي الزمالك يطلع. طبعا كان رد احمد حسام ميدو، طبعا نادي الزمالك عمره ما هيقف عائق لطريقك او مستقبلك، لان انت هتستفيد ونادي الزمالك هيستفيد. فبصراحه رد منطقي من احمد حسام ميدو ايضا، لان هو دي حقيقه، هو هيفيد نادي الزمالك ونادي الزمالك هيستفيد. ويمكن يا جماعه عبد الله السعيد وحسام عبد المجيد كان الملفين دول اللي ميدو كان مصمم يخلصهم. ليه؟ لان باسيرو كان مصمم على عبد الله السعيد، قال لك اللاعب ده عقده يخلص في اسرع وقت ويتجدد عشان انا اخد منه في الملعب، انا عايز تركيزه يبقى في الملعب. فميدو بصراحه يمكن بشكل كبير اشتغل على موضوع الصفقات، وطبعا ده الكابتن او الاداره بتأيد احمد حسام ميدو. ليه؟ لان هم شايفين ان ميدو شغال صح، والناس شايفه كمان ان الاداره لازم تكون داعمه لاحمد حسام ميدو، عشان احمد حسام ميدو بيعرف يتعامل مع اللعيبه وبيعرف يتكلم مع اللعيبه بشكل اكبر وبشكل كويس. طيب مين معانا بقى اخر اللاعب؟ هو احمد سيد زيزو. طيب انا عايز قبل ما اتكلم عن احمد سيد زيزو، بصوا يا جماعه، زيزو لما جه عليه وقت وشال نادي الزمالك كلنا كنا بنطلع بنتكلم على زيزو، بنقول زيزو مقاتل، زيزو محارب، زيزو شايل نادي الزمالك لوحده. طيب يمكن انا اتكلمت على زيزو في الحلقه بتاع امبارح بعد اللقاء. زيزو بقاله ماتشين او 3 ماتشات بره نطاق الخدمه. طيب هل زيزو دلوقتي مشغول بموضوع التجديد؟ طيب هل زيزو دلوقتي يعني موضوع العروض اللي بتجيله؟ طبعا زيزو من اللعيبه اللي بتجيله بالخمس 6 عروض كل موسم، وده طبيعي لان احمد سيد زيزو لاعب كبير. طيب لو زيزو مشغول بالحاجات دي والحاجات او الامور دي كلها مأثره على تركيز احمد سيد زيزو في الملعب، فده حاجه يعني لا انا ولا جمهور الناس الزمالك نحبها. احنا ما نحبش الكلام ده. ليه؟ لان في الاول وفي الاخر انت هتجدد هتاخد فلوسك، ما جددتش برضه هتاخد فلوسك. فلازم يبقى تركيزك منصب على الملعب، لازم تركيزك يبقى او مجهودك كله لصالح الفريق اللي انت بتلعب له. طيب زيزو من الناس يعني اللي هو الطالب رقم، بصوا يا جماعه، هو طبعا مش 100 مليون والكلام الفارغ ده، بس زيزو طالب ما يقرب من 70 الى 80 مليون جنيه. وهنا انا بقول لحضرتك معلومه، ما بقولش لحضرتك حاجه او ما بقولش كلام مش حقيقه يعني. طيب زيزو يستاهل الارقام دي؟ انا اقول لحضرتك زيزو يستاهل لسبب واحد. ايه هو السبب؟ ان زيزو لو طلع لاي نادي، اي نادي سواء في مصر او بره مصر، هياخد اكتر من الارقام دي. كلنا بنشوف او كلنا شايفين ان زيزو بتجيله عروض، او فعلا بالفعل زيزو جات له عروض من الشباب السعودي، جاله من القطر، جاله ب 3 مليون دولار، جاله ب 2.5 مليون دولار، جات له ارقام كبيره. فمن الطبيعي انا مثلا كزمالك زيزو شاريني اشتري اللاعب، زيزو مقدرني اقدر اللاعب، بس بالارقام المناسبه. وبالمناسبه حسب معلومتي برضو ان اداره نادي الزمالك يعني مش ممانعه ان هي تدي زيزو المبلغ، بس هي القصه كلها في زيزو ايه؟ ان والده وكيل، والده شاطر شويه، يعني والده من الوكلاء، هو طبعا مش وكيل اعمال، بس هو بالنسبه لزيزو بقى وكيل اعماله. اللي هو عايز ايه؟ لا انا عايز امن مستقبل ابني. طيب هنجدد، زيزو كان عايز يحصل من الموسم اللي احنا فيه ده، عايز عقده يبقى من الموسم اللي احنا فيه ياخد الرقم الجديد اللي نادي الزمالك هيتفقوا عليه. طبعا ده اللي رفضته اداره نادي الزمالك، لان ما ينفعش انت هتجدد معاه مثلا 3 سنين جايين او 4 سنين جايين قادمين ان شاء الله، عايز عقده يعني يتفعل من الموسم الحالي، الموسم اللي احنا فيه ده. فطبعا ده هيبقى يعني مبلغ كبير على نادي الزمالك. وكمان ان زيزو او والد زيزو مصمم على منحة تعاقد او دفعة من مقدم التعاقد. فطبعا ده برضو امر يعني نادي الزمالك ما يقدرش عليه دلوقتي. نادي الزمالك ممكن هيقسط دفعات رواتب زيزو، انما مثلا انت يعني المنحة التعاقد ما فيهاش مشكلة ان انا اديك منحة تعاقد، بس هي المشكلة ان انت عايز عقدك يبقى ساري من الوقت او من الموسم الحالي. فطبعا ده صعب وامر صعب على نادي الزمالك. طيب خلينا نشوف ايه اللي هيحصل في ملف زيزو في الساعات القليلة القادمة. طبعا محمد السيد احنا اتكلمنا عليه في حلقة سابقة او في فيديو سابق، ان الناس في النادي الاهلي بيكلموا محمد السيد، وطبعا وكيله احمد يحيى وكيل شاطر، عارفين ان هو كله وكيل اهلاوي. ويمكن كان النادي الاهلي اغرى محمد السيد باموال كثيرة جدا جدا.
ده فيما يخص محمد السيد. اتكلمنا عن عمر جابر خلاص جدد، محمود بنتايك، وبرضه يا جماعه تتحسب لاحمد حسام ميدو لاني قطع مسافات على انديه كتير كانت بتفاوض محمود بنتايك، واولهم النادي الاهلي. فان شاء الله نتمنى الخير لنادي الزمالك فيما هو قادم. اشكر حضراتكم واشوف حضراتكم في فيديو جديد باذن الله تعالى.